حكم مقابلة المغرب وفرنسا للمغاربة يمكن مراسلة الفيفا لإعادة إجراء المباراة. أثارت قرارات تحكيمية خلال مباراة نصف النهائي بين المغرب وفرنسا والتي قادها الحكم المكسيكي سيزار راموس جدلا واسعا في الأوساط المغربية. وهاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما وصفوه قرارات مجحفة في حق الأسود خلال مباراة أمس الأربعاء 15 دجنبر الجاري، أبرزها حرمان المنتخب المغربي من ضربة جزاء وإشهار مقابل ذلك بطاقة صفراء في وجه اللاعب سفيان بوفال. في هذا الصدد نقلت المجلة الفرنسية أونزي مونديال تدوين منسوبا للحكم المكسيكي على تطبيق انستغرام، وهو يرد على الهجوم الذي تعرض له بعد المباراة وإقصاء المغرب من المونديال بعد أداء بطولي وتاريخي مشرف. ومما جاء في التدوين: أصدقائي من الشعب المغربي، إذا لم تكونوا غير راضين يمكنكم تقديم اعتراض جماعي على موقع الفيفا وسيتم إعادة المباراة. ولم تكن الصافرة المكسيكية في المباراة التي شهدت فوز الديكا على الأسود بنتيجة 2-0 محط إجماع، خصوصا لدى شريحة واسعة من المغاربة. ويأتي رد سيزر راموس بعد أن تلقى كما هائلا من الشكاوى والانتقادات عبر حسابه في الانستغرام. وكانت الجامعة المغربية لكرة القدم قد أعربت عن احتجاجها بقوة على تحكيم مباراة المنتخب المغربي أمام المنتخب الفرنسي بقيادة السيد سيزار أرتورو راموس. جاء ذلك في رسالة إلى الهيئة المختصة تضمنت الحالات التحكيمية التي حرمت المنتخب المغربي من ضربتي جزاء واضحتين بشهادة المختصين في التحكيم، مستغربة في نفس الوقت عدم تنبيه غرفة الفار لذلك. وتؤكد ذات الجامعة في بلاغ لها أنها لن تتوانى في الدفاع عن حقوق منتخبنا، مطالبة بالإنصاف في اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الظلم التحكيمي الذي مورس على المنتخب المغربي في مباراته ضد المنتخب الفرنسي برسم نهاية كأس العالم فيفا قطر 2022.